هلا 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 هلا، عايزاكي تجيبي لي مازوره تقيسي لي شعرك دلوقتي، وبعد الوصفه دي تقيسيه تاني، وانا وانتي هنقابل ربنا يوم القيامه. ان كنت بكذب عليكي والله العظيم. عايزه اقول لك دي عن تجربه، صاروخ كده في السماء في تطوير الشعر. انا ما بجيب لكم وصفه، بجيبها لكم كده من اعماق قلبي. هي دي العيديه بتاعت العيد، لازم اقدمها لكم بعد الكومنتات القمر اللي عمالين تكتبوها بقالكم ايام وبتكسفوني والله العظيم. فدي اقل واجب اطلع ان انا الدال على الخير كفاعله. فلايك وشير للفيديو ده كلها تستفيد. تعالى اقول لك الكنز المدفون ده تعمليه ازاي. اول حاجه بقى كده الكزرونه بتاعتنا، تمام؟ هنزل فيها بكوبايتين من الميه كده، تمام. بعد كده هروح جايبه هنا ايه بقى، تمام. هجيب هنا بقى كده كام زهره كركديه. انا الكركديه اللي عندي ما شاء الله نوعه نضيف جدا، فانا مش عايزاه يعمل لون جامد، تمام، وخصوصا الناس اللي هي صابغه شعرها. هاخد بس كده كام زهره دول وانزل بيهم في الميه بتاعتنا. بعد كده هجيب معلقه حبه البركه. عارفين حبه البركه؟ هنحط معلقه حبه البركه اهو، كل حاجه قدامكم. معلقه روزميري، معلقه روزميري مجفف او فريش اي حاجه، تمام. يبقى كده معلقه روزميري اهي. هجيب هنا بقى معلقه صدر ورق. بصوا هو بيبقى شكله مكسر كده ولونه اخضر، بس هو بيبقى مكسر كده عكس الورق اللوري خالص. فهنجيب منه معلقه، نجيب مثلا عند العطار ب 10 جنيه كده ولا حاجه، ونخليه هيبقى كتير. ناخد منه معلقه حلوه كده. معانا نص معلقه قرنفل، مش بالعدد، معانا نص معلقه قرنفل اهو، الحبه دول قرنفل مسمار. معايا كمان بقى هنا هقول لك دلوقتي، ثواني، ورق لوري. بصوا ورق لوري هنا كده حبه كده على كفه ايدك اهو، زي دول اهو. العبره مش في ان انت تكتري وبعد كده يديكي نتيجه، لا والله، هي في المقادير اللي انا بقول لك عليها دي. عايزه اقول لكم الصيام مهمني. وهنا بقى عشان الريحه هنحط قرفه خشب، ولو ما عندكيش ممكن تحطي مطحونه، بس الافضل دي عشان ما تعركلش معاكي في البخاخه. حطي دي كده. دول معايا فصين 2 من الثوم. هشق بس كده، هشق كده التوميه نصين بالشكل ده اهو كده، اتفتحت واروح رميها. والتومه التانيه انا طبعا بقى في البصل اهو كده فصين توم. انا في البصل ما عنديش بصل صغنن، فهضطر هنا اخد بس ربع البصلايه دي، ربعها كده من على الطرف اهي، بقيت البصلايه كلها هاخد دي كده وبقشرها زي ما هي، وهروح نازله بيها. شايفين ده كده؟ نيجي بقى للاهم. بصوا بقى هنا حطيتها كده على النار وشايفين، وهتبدا تغلي. عايزه الزيوت بتاعتها تطلع تطير، فهبدا اغطي الكزرونه بتاعتي. طبعا ده طبق ميلامين بس انا هغيره دلوقتي. ومن بدايه غليانها، من بدايه الغليان نعد 10 دقائق او 7 دقائق بس تيجي فوق، وبعد كده نروح طافين عليها ونسيبها مكتومه كده لغايه ما تبرد خالص. وهقول لك دلوقتي هنعمل ايه. اهو بقى كده انا جبته من على النار، بس سبته يبرد بس مش قوي لان خلاص المغرب على الاذان، مش قادره. بصوا بقى خلاص كده انا جبته طبق كده يكون نضيف بالشكل ده. اجيب المصفى بتاعتي واجيب منديل. بعد ما اجيب بقى المنديل عشان اهو ينزل لي اي شوائب، لاني انا اهو هحطها في بخاخه، فالبخاخه هتتعركل معايا اهي. بصوا انا هاخد الحب بس على قد الايه التصوير. بصوا الاعشاب اهي، بصوا هوريكم كده اهي. بصوا بقى كلها نزلت هنا عشان نكسب وقتنا. اروح جايبه بقى ايه البخاخه بتاعتي بالشكل ده، وهبدا ان انا اصبها كده اهو اهي. خلاص كده بكل سهوله كده عبيناه تمام التمام. نخش بقى على المفيد. ياسمين بنستخدمه ازاي؟ اقول لك وركزي قوي في اخر الفيديو، عشان كنت هجاوبكم على حاجات هنا انا مش هجاوب عليها في الكومنتات. بصوا بقى هنا هنجيب التونر ده شعرنا اهو، ده كده شعرنا اهو. امشي كده طول اليوم، طبعا هو هيبقى بارد، ولازم احفظه في التلاجة، لازم احفظه في التلاجة. اخلص بخ على شعري احطه في التلاجة، لان هو فيه بصل وثوم، فيه بصل وثوم فهيعمل ريحه. فالمهم وهيبوظ، هتلاقي ريحته حمضانه كده. اجيب بقى شعري تك 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 تك، ارش في شعري كله 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 كله، واروح احطها في التلاجة وامشي في الشقه عادي. الم التوكه بتاعتي للتاني، لقيت شعري نشف اروح جايباها من التلاجة وابخ بخ بخ على اللي قبله. احنا ما بنغسلش شعرنا. هو الصح ان الشعر يتغسل مرتين بس في الاسبوع، الصح ان احنا نغسل شعرنا بس مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. اضطريتي ان انت تغسليه مفيش مشكله. ممكن ارش كام مره؟ ممكن 1000 مره، 1000 مره في اليوم. اغسل شعري بعدها؟ لا. بينشف الشعر؟ بينشف الشعر. ما هو بقى حاجه مقابل حاجه. طيب ايه البديل عشان انا ما ينشفش شعري ويبقى شعري منكوش؟ تستخدمي حمام
كريم او شامبو او سيروم او الحاجات دي كلها، وهقول لك عليها دلوقتي انا بستخدم ايه انا وهاجر في اما اخلص. بصي بقى هنا دوت الناس اللي هي متجوزه. طب انا مثلا ريحه البصل والثوم بتقلق جوزي، ممكن يشيل البصل والثوم، خلاص مفيش مشكله، نحط كل الاعشاب اللي انا حاططها ما عدا البصل والثوم. طيب ياسمين ده بيعمل ايه؟ ده الشهر بيطلع البي بي، لكن اللي جوه 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 علشان يتقل هو بيساعد على النمو، لكن في الطول صاروخ، صاروخ بمعنى الكلمه. استخدمه لمده قد ايه الحياه؟ انا راهنتك على شهر وهترجعي هنا تاني وهتقولي لي. يستخدم لمين؟ ممكن يستخدم لاطفال من سن سنتين وانتي طالعه، مفيش اي مشكله. ياسمين بيعمل؟ لا ما بيعملش شيء، ما بيعملش شيء. قلت لكم بينشف الشعر لكن ما بيعملش شيء، ده برهان. اما اللي انا بستخدمه انا وهاجر، النقطه الاهم قولي لنا نوع شامبو. ياسمين بتستخدمي ايه؟ بصوا ياسمين قربت تقريبا تاكل. بكل امانه انا وجوجي حبيبي بنستخدم فلوريا ديت من جمالك اكسترا، اللينك بتاعهم ممكن اسيب لك لينك البنوته في اول تعليق باذن الله تجيبوه منها. هي انا بتصل بجيب منها الاوردر دوت، وبجيب حمام الكريم ده، شو حمام الكريم، واكلينه بالمعلقه. وكمان السيروم دوت للناس اللي هتشتكي من ريحه التونر اللي انا عاملاه، ممكن جدا تحطي السيروم ده، ريحته خطيره جميله جدا عادي، بس ما تحطيش منه كتير، ممكن مثلا مره بعد كل غسله وهو ريحته تفضل في الشعر. ده عباره عن شامبو وعباره عن بلسم وحمام كريم وسيروم، انا بطلب منهم المجموعه كلها على بعضها، جميله جدا جدا، هتدعي لي والله لما تجيبيها. التونر اي اسئله تانية هتسالوها بره اللي انا قلتها في الفيديو هجاوبكم عليها. بس بقى لايك وشير للفيديو ده، في امان الله واشوفكم على خير.